القناة الرسمية للشيخ أشرف باسل سليمان تقدم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الاسم أشرف باسل سليمان محمد يونس، وجزت على القراءات السبعة. قرأت على الشيخ يوسف حسن حرباوي حفظه الله وأحسن إليه قراءة الشاطبية، وأفردنا لأهل السماء بشرطه المعتبر الجزء الأول. ثم قرأنا الجمع الصغير من سورة الفاتحة والبقرة وآل عمران والنساء. ثم قرأنا بالإفراد للإمام الشامي حمزة والكسائي. ثم جمعنا الجمع الكبير من الفاتحة إلى الناس سنة 2002 ميلادية. ثم قرأت الدرة المضيئة الثلاثة المتممة على الشيخ سمير سالم من ذنون العشر رحمه الله رحمة واسعة وأحسن إليه. قرأت من الفاتحة إلى الناس قراءة محققة بشرطه المعتبر للإمام أبي جعفر لابن جماز وابن وردان راوييه، والإمام يعقوب روح ورويس، والإمام خلف العاشر إدريس وإسحاق، قراءة مرتلة محققة لمدة 3 سنوات. ثم قرأت على الشيخ سمير سالم من ذنون العشر رحمه الله قراءة طيبة النشر في القراءات العشر الكبرى من الفاتحة إلى الناس، كل الروايات كل الأئمة بطرقها، الإمام نافع، طرق ورش، قالون، ورحمه الله رحمة واسعة قرأنيها كما قرأ هو حوالي مدة 5 سنوات رحمه الله رحمة واسعة وأحسن إليه. كنت إماما في جامع مشاق قلندر، ثم انتقلت إماما في جامع القدير، ثم انتقلت إماما في جامع المجيد، ولا زلت إماما في جامع المجيد في حي الكفاءة الثانية. نصيحتي للقراء أولا أن يحفظ القرآن. القارئ إذا لم يحفظ القرآن لن يكون قارئ. حفظ القرآن أولا، ومن ثم القراءة على شيخ محترف محقق يقرؤون التلاوة بشرطه المعتبر كما أنزلت وكما قرأها الصحابة رضوان الله تعالى عليهم. ونصيحتي أن يتقوا الله في القرآن، ونصيحتي أن يعملوا بالقرآن، وأولا وأخيرا حفظ القرآن. طبعا تأثرنا بالمقرئين الشيخ محمد صديق المنشاوي رحمه الله، والشيخ كامل يوسف البهتيمي رحمه الله، ومحمد عبد الحكم رحمه الله، والشيخ مصطفى إسماعيل، والشيخ محمد رفعت علم التلاوة رحمه الله رحمة واسعة، والشيخ محمود علي البنا، والشيخ الشحات محمد أنور، والشيخ سيد متولي عبد العال رحمهم الله رحمة واسعة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن للمتقين مفازا حدائق وأعنابا وكواعب أترابا وكأسا دهاقا لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا جزاء من ربك عطاء حسابا. إن للمتقين مفازا حدائق وأعنابا وكواعب أترابا وكأسا دهاقا لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا
عذابا جزاء من ربك عطاء حسابا جزاء من ربك عطاء حسابا رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن لا يملكون منه خطابا يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا ذلك اليوم الحق فمن شاء اتخذ إلى ربه مآبا إنا أنذرناكم عذابا قريبا يوم ينظر المرء ما قدمت يداه ويقول الكافر يا ليتني يوم ينظر المرء ما قدمت يداه ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا. صدق الله العظيم. نسأل الله أن تكون هذه التلاوة قد لامست قلوبكم وزادتكم قربا من الله تعالى. لا تنسوا الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس ليصلكم كل جديد من تلاوات الشيخ أشرف باسل سليمان، وندعو الله أن يجزي الشيخ خير الجزاء على هذا الجهد المبارك، وأن يجعل هذا العمل في ميزان حسناته. كما ندعو الله أن يوفقكم لكل خير ويبارك لكم في أوقاتكم وأعمالكم. لا تنسوا زيارة صفحتنا على الفيسبوك، تجدون الروابط في صندوق الوصف. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.